سعاد حسين تزوجت مرتين وابنتها فنانة شهيرة. ومتى توفيت؟ ولدت سعاد حسين بالإسكندرية عام 1928. كانت بدايتها الفنية وهي صغيرة في فيلم إلى الأبد عام 1941، لتمتد بعد ذلك مسيرتها الفنية التي قدمت فيها 90 عمل فني، كان آخرها مسلسل الأصدقاء عام 2002. تزوجت سعاد حسين مرتين، المرة الأولى من الفنان سعيد خليل وأنجبت منه ابنها سمير، ثم تم الطلاق بعد عدة سنوات. أما زيجتها الثانية في بداية الستينات من الكاتب أنور عبد الله، وأنجبت منه ابنها أشرف وابنتها سماح التي صارت بعد ذلك الفنانة سماح أنور، والتي ولدت عام 1965. ابتعدت سعاد حسين عن التمثيل في سنواتها الأخيرة لسوء حالتها الصحية، وكانت تعاني من أمراض بالرئتين، وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت يوم 27 من يونيو عام 2008 عن عمر 80 عاما. وقد تأثر زوجها الكاتب أنور عبد الله وتوفي بعدها بأسبوع واحد.